قاعدة مهمة، نمذجة الأشخاص، أن نتعامل مع الأشخاص كنماذج، ننتبه. وهذا كيف نحول الأشخاص إلى نماذج؟ من خلال استخراج خصائص هذه الشخصيات. أنا أقرأ شخصية قارون أستخرج خصائصها، أقرأ شخصية فرعون أستخرج خصائصها، كيف يفكر، كيف قدمه لنا القرآن. أقرأ مثلا الأعراب أستخرج خصائص تفكيرهم، عرفت ولا لا؟ لما أستخرج الخصائص أبحث عن هذه الخصائص في ذاتي أولا قبل الآخرين. أنظر ما الذي أنا مصاب به من هذا. عرفت؟ قد أكون أنا عندي خصائص كثيرة من هؤلاء وأنا لا أعرف، فأبدأ بأن أصححها، لأن ليس الغرض أن تتدبر فقط وتستخرج، الغرض أن تستهدي. التدبر وسيلة وليس غاية. تدبر وظيفته أن يستخرج المعاني القرآنية. بعد أن نستخرج المعاني القرآنية لدينا وظيفة أخرى، وهي الاستهداء بهذه المعاني في واقعنا لإصلاحه. لأن الله عز وجل أصلا أنزل القرآن لماذا؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، فيجب أن نستهدي بهذا الكتاب في التعامل مع قضايا واقعنا، وهذه مرحلة تأتي بعد مرحلة التدبر. فعلا دكتور، النقطة اللي ذكرتها مسألة أني أبحث في خصائص وصفات النماذج اللي ذكرها القرآن، سواء منافقين أو أعراب أو بني إسرائيل أو غيرهم أو فرعون أو قارون، ثم أناقش نفسي ما هي الصفات التي تنطبق معي، ولا أبدأ بالآخرين، حتى لا يتم مثلا توظيف هذا البحث أو هذه الصفات في الانتقام من الآخرين. أصنف أعدائي أنت منافق وأنت بني إسرائيل. مسألة الاستهداء في غاية الأهمية، أنا أرى ما الذي ينطبق من هذه الصفات علي ثم أستهدي بها قبل أن أطلقها على الآخرين. كلام صحيح. أنت لابد أن يعني لما تستخرج هذه المعاني أول ما يجب عليك أن تفعله أن تنظر لنفسك. إذا استخرجت مثلا خصائص الشخصية الفرعونية، خصائص الشخصية القارونية، خصائص قوم شعيب، خصائص قوم عاد ثمود نوح، أول ما يجب أن تسأله هو ما موقفي من هذا؟ أين تموضعي أنا من هؤلاء؟ ما الخصائص التي في هؤلاء وتوافرت فيه؟ عرفت؟ قبل أن تنظر للآخرين، لأن الغرض أول شيء إصلاح نفسك ثم تبدأ بإصلاح الآخرين. لكن من المهم أن تبدأ، وهذه النقطة اللي ذكرتها أنت مهمة جدا، أن في هناك من يستغل هذه المعاني لضرب الآخرين. هذا من التلاعب بالقرآن.